لو اقول لكم ان المشويات دي كلها انا عاملاها في البيت في فرن البوتاجاز باللون ده والشكل ده، محدش هيصدق. من اول الريحة هتنبهري بيها، ولا طعمها، ولا لونها، ولا كل حاجة. تعالوا اقول لكم بقى انا عملت فيها ايه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. في بولة عندي انا حطيت شوية ملح وفلفل اسود وجوز الطيب. انا هبدأ دلوقتي بالريش ومية البصل والطماطم وشوية خل، بس ولا ازيد ولا اقل. احط فيها الريش واتبلها كويس واغلفها كده وخليها عندي في التلاجة من اقل حاجة ساعتين عشان تاخد من التتبيلة. وبعد كده دخلت على تتبيلة الفراخ، حطيت مية بصل وخل وطماطم، وحطيت دبس رمان وملح وفلفل وكزبرة وبابريكا وشوية صوص باربيكيو. قلبتها كويس، وعندي الفراخ هنا انا بشرطها كده، بعمل فيها فتحات. بس بقى لو الفرخة وزنها ايه صغير تستوي معاكي وبتاخد بقى ايه التتبيلة وتشربها، تبقى زي الفل. طبعا الشورت دي انا بعملها في كل اجزاء الفرخة. عايزة تقطعي الفرخة على مثلا قطع كبيرة او قطع صغيرة زي ما انتي عايزة، بس انا بختار ان الفرخة تبقى وزنها صغير ويبقى حجم القطعة صغيرة عشان تستوي معايا بسهولة. برضو بغلفها كده وبحطها في التلاجة. طبعا بقى ندخل على الملك المشويات وهو الطرب. الطرب انا بجيب منديل، ده بتجيبوه يا جماعة من عند أي جزار، بتروحوا تقولوا أنا عايزة منديل بتاع الطرب. بلف فيه الكفتة بتاعتي، وفي حتة تخينة زي ما قلت لكم كده وصورت لكم في الفيديو. الحتة التخينة دي مش حلوة، قصوها. يعني لما يبقى حتة تخينة قصوها، استغلوها في حاجة تانية. بس ما تخلوش الطرب يبقى المنديل بتاعه تخين، خلوه يبقى ايه خفيف كده زي ما انتوا شايفين. قطعته. وعندي بقى انا هنا عامله كفته يا جماعه رهيبه في البيت. لو عايزين الطريقه قولولي في الكومنتات. من غير بقى اي حاجه، من غير دقيق، من غير الكلام ده. احنا عندنا كفته بلدي، عندنا لحمه مفرومه بلدي حلوه جميله. بلاش تضيعوا طعمها بالدقيق والنشا والكلام ده. صدقوني مش بيبقى احسن حاجه. وما تاخدوش اللحمه وشين، يعني تبقى ناعمه قوي. انا عاملاها وش واحد وزي الفل. هنا انا زي ما انتوا شايفين صبعت الكفتة بتاعتي، وابتديت ان انا الم عليهم المنديل كده واحدة واحدة من الجناب. وابتديت ان انا لفيها بطريقة سهلة وبسيطة. تاخديه كده الصابع، تاخديه لحد الاخر، تروحي ضغطة عليه كده ضغطتين، وزي الفل على كده. ولا تزودي ولا تنقصي. عايزة بقى انتي تتبليه، عايزة تنقعيه في مية وبصل وطماطم. في ناس بتعمله كده، بس انا مش بشوف ليها لازمة قوي عشان احنا بنكون متبلين الكفتة بتاعتنا كويس، فمش بنبقى محتاجين. ده السجق البلدي بتاعنا مش محتاج اي حاجة ولا محتاج توابل، لان ما شاء الله اللحمة بتاعته بتكون متبلة. وعلى صينية حطيت شبكة ولفتها بالفويل، ورحت مدخلة بقى كل ده الفرن. درجة حرارة لازم تكوني مسخنة الفرن عندك من اقل حاجة نص ساعة. ايه رأيك؟ عظيم. بجد عظيم والله، ميكس جريل عالمي. عيد كبير، عيد كبير يعني. عملتي ايه بقى؟ عملت ريش امم وعملت فراخ مشوية وعملت سجق وعملت طرب وعملت كفتة. ريش، يا ايوه. سلام. ادوق دوق، ايوه معايا. ولا بعد اذنك ممكن تدوق. يعني هعض؟ اقعد. مم. عضمايه. حلوة بجد. رهيبه. الف هنا. ما بتعمليش ريش كتير ليه؟ عشان العيد الكبير. امم ايوه. ما احنا بنخلي كل حاجة وليها موسم. دوقي. هتدخلها في عينيا. دوقي. يا كيوت قوي. تحفة. تسلم حلوة ايدك. جدا. تسلم ايدك يا تسلم عالمي. ايدي فعلا. الف هنا يا رب. طب يلا باي باي، عايزين ناكل. يبقى سوا وانتم اعملوا لايك طيبين. وشير وكده والحاجات دي يا جدعان، في ايه؟ لايك وفولو. ها فولو. باي باي. باي.